مساء الخير. يا رب تبقوا كويسين والمالتي ويمن. اوكي. نتشيك كده ان احنا everything is okay. مساء الخير. معاكم دكتورة سارة زيتون، استشاري جراحات أورام الثدي وإعادة البناء بمستشفى بهية. احنا طبعا في بينك اكتوبر، وده شهر التوعية العالمية بسرطان الثدي. فطبعا في الشهر ده بنبقى حريصين ان احنا نقدم كل المعلومات اللي تقدر تخلينا ازاي نهتم بنفسنا، ازاي نعمل كشف دوري او كشف مبكر لاي حاجة مقلقة، نقدر ونعرف ازاي نتعامل معاها ان شاء الله. في معلومة مغلوطة كتير قوي عايزة اقولها. البينك ريبن او الشعار بتاع الشريطة البامبا اللي موجودة في أي حتة بتتكلم عن سرطان الثدي، ده الشعار العالمي لمكافحة أو محاربة سرطان الثدي. فأي حاجة ليها علاقة بسرطان الثدي هنلاقي عليها العلامة ديت، وعشان كده هو شعار شهر أكتوبر. مش هطول عليكم. انا هبتدي اتكلم في بوينتس كده عايزه اوضحها ان شاء الله، ولو وفي اي اسئله هبص عليها وارد عليها ان شاء الله اثناء اللايف. اول حاجه هتكلم عليها الكشف المبكر لسرطان الثدي. احنا ليه عايزين نعمل كشف مبكر، وليه ومين اللي تعمله وازاي نعمله؟ عايزين نعمل كشف مبكر عشان سرطان الثدي هو حاجه منتشره جدا جدا جدا. هو يعتبر تاني سبب للوفيات على مستوى العالم، وهو اكتر سبب في السيدات على مستوى العالم، اكتر سبب للوفاه سرطان الثدي. وسرطان الثدي يمثل 35% من مجمل السرطانات في العالم كله. طيب، قلنا احنا ليه بنعمل كشف مبكر؟ طب مين اللي المطلوب منها تعمل كشف مبكر او كشف دوري عشان تكتشف اي مشكله في الثدي؟ السيدات فوق سن ال40. اي ست فوق سن ال40 ما عندهاش اي سيده فوق سن ال40 ما عندهاش اي حاجه خالص ولا بتشتكي من اي حاجه خالص، لازم تعمل ماموجرام كل سنه. والماموجرام دي اشعه مخصصه للثدي بس، بتتعمل بطريقه معينه بتو فيوز او بوجهين، من فوق لتحت ومن تحت ومن الجنبين، بحيث ان انا اشوف الثدي باتجاهين واقدر احدد اذا كان في اي تكتلات او حاجه. وهي دي الوسيله الرئيسيه لتحديد اورام الثدي فوق سن ال40. يعني مفيش واحده تقول انا فحصت نفسي لقيت ان انا كده ما عنديش حاجه فخلاص انا مطمنه، او انا رحت عملت دلالات اورام فانا كده كويسه، طلعت دلالات الاورام في الدم، عينه من الدم كده بتتاخد نعمل عليها دلالات اورام، لو طلعت حميده او طلعت قليله ده مش معناه ان احنا معرضين او ان احنا ما عندناش سرطان ثدي. سرطان الثدي لازم بالماموجرام. طيب لو انا تحت سن ال40 هل مطلوب مني ان انا اعمل كشف دوري بانتظام؟ امتى يبقى مطلوب مني حاجه زي دي؟ ان انا لو عندي تاريخ وراثي او لو عندي مشكله في الثدي فدي تستدعي المتابعه، او لو انا عندي تاريخ وراثي لوالدتي لخالاتي لبنات خالاتي او جدتي، وطبعا من ناحيه الام اكتر، ده يستدعي ان احنا نعمل سونار كل سنه بصفه دوريه. واول ما نيجي عند سن ال40 نبتدي نعمل السونار مع الماموجرام. طيب عرفنا الكشف المبكر. طب ليه بنعمل الماموجرام وليه كل سنه؟ الماموجرام بيقدر يكتشف لنا وجود اي اورام في الثدي او اي بدايه نشاط في الخلايا قبل ما تظهر وتعمل كتله من سنه لسنتين. يعني انا يوم ما الاقي عندي كتله واروح للدكتور واقول له انا حاسه بكتله او كلكيعه في الثدي، دي على الاقل بقالها من سنه لسنتين موجوده وانا مش حاسه بيها. طيب يبقى دي تكمن اهميه سرطان الثدي. وممكن كمان يكتشف لنا ان لو في تكلسات، يعني بدات خلايا تنشط وترسب كالسيوم على الماموجرام، فدي معناها ان الخلايا دي ممكن تنشط فيما بعد وتسبب سرطان. فلو لقيتها اقدر اخد اكشن من بدري واقدر الحق قبل ما يجيلي كتله او يجيلي كانسر في الثدي. عرفنا اهميه الماموجرام وعرفنا الكشف المبكر وعرفنا مين اللي يعمله. طيب ايه هي الاعراض اللي لو قابلتنا لازم ما نسكتش، حتى لو
حتى لو بنعمل كشف مبكر، وحتى لو احنا مطمنين وما عندناش تاريخ وراثي. 4 حاجات مهمة جدا، وهي اكتر حاجة ممكن تيجي فيها هيئة سرطان الثدي. اول حاجة وجود كتلة او كلكيعة في الثدي. مواصفات الكتلة دي انها تكون ما بتوجعش وما بتخفش او ما بتزيدش وتقل، زي مثلا التكيسات او التكتلات اللي بتجيلنا قبل كل بيريود او وقت التبويض، بنلاقي الثدي ممكن يبقى فيه تكتلات او ناشف او دي كلها حاجات بتيجي وتروح او بتزيد وتقل. اي عرض بيزيد ويقل او بيجي ويروح ما بنقلقش منه قوي في موضوع سرطان الثدي، بيبقى معناها حاجه قابله للتغيرات الهرمونيه. لكن لو ورم سواء حميد او خبيث مش بيزيد ويقل، يا ثابت زي ما هو يا بيزيد مع الوقت. تمام. طيب عرض الكتله ده اول حاجه. تاني حاجه ايه، جاي لنا سؤال كده ان الماموجرام بيتعمل في اي حته ولا في بهيه بس؟ الماموجرام بيتعمل في مراكز الاشعه، مش في المعامل، كمان بيتعمل في مراكز الاشعه. اي مركز اشعه كبير ممكن يكون عنده ماموجرام وسونار، وبهيه طبعا بتعمل السونار والماموجرام عادي جدا بالحجز بالمجان على التليفون ان شاء الله. طيب نرجع تاني للاعراض. احنا قلنا اول حاجه الكتله، تاني حاجه تغيرات في شكل الجلد، يعني الجلد بتاعنا يتخن او يحبب او ينغز، او كاننا عاملين فيه بصمه حته داخله لجوه، او واخد بوكس كده، او بيعمل حاجه اسمها جلد البرتقانه. اي تغيرات في الشكل بتاع الجلد على ناحيه والناحيه التانيه لا، دي ممكن اعتبرها انها بدايه حاجه، فلازم اروح لدكتور متخصص يقول لي هو ايه. اعراض في الحلمه. الحلمه لو عليها قرحه، يعني انا مثلا مش برضع ولقيت في تعويره على الحلمه مش بتوجع ومش بتخف، هفضل اقول دي تعويره بسيطه واحط لها كريمات واروح لدكتور الجلديه لا خالص، ممكن تبقى لا قدر الله نوع من انواع السرطانات بتاعه الثدي. فلو انا عندي قرحه في الحلمه مش بتخف ومش بتوجعني على اغلب الاوقات، لازم اروح اشوف هي ايه. تاني حاجه بالنسبه للاعراض بتاعه الحلمه، انسحاب الحلمه او تغير اتجاهها، تدخل لجوه او اتجاهها يتغير، بدل ما الاتجاه بتاع الحلمه بيبقى لقدام والبره شويه، الاقيه اتغير عن الناحيه التانيه، وده معناه ان في حاجه جوه شداه او زقاه. او والدخول بتاع الحلمه او انسحاب الحلمه لجوه ده مش بتطلع لوحدها، مش زي مثلا في الشتاء او في السقعه، او لو احنا لابسين هدوم ضيقه بنلاقي الحلمه ممكن تدخل لجوه فبتطلع تاني عادي، لا ده ما فيهوش مشكله. لكن على ناحيه واحده لقيتها دخلت والجلد تخن وما بتخرجش تاني، يبقى دي مشكله لازم اعرف هي ايه. اخر عرض مهم بالنسبه لاعراض الثدي الكتله تحت البط. ساعات الورم ممكن يعبر عن نفسه في الغدد الليمفاويه اللي تحت الابط قبل ما تظهر كتله في الثدي، ودي بتبقى غده كوره كتله ما بتوجعش ما بتخفش، مش زي برضو الحاجات اللي بتيجي وتروح على حسب الهير ريموفل او الكريمات او مع الديودرنس وهكذا. اخر عرض خالص الدم من الحلق او افرازات الثدي. افرازات الثدي مش حاجه مقلقه خالص الا لو كان الدم، لو دم من الحلمه من ناحيه واحده من غير ما احنا ندوس او نعصر لقيناه في الهدوم بتاعتنا، دي علامه ممكن تبقى احد علامات سرطان الثدي. فبالتالي لازم لو في دم من الحلمه لازم نعرف هو. عرفنا شويه عن الاعراض، عرفنا شويه عن الكشف المبكر. نتكلم شويه عن طرق التشخيص بتاع الثدي، لان فيها معلومات مغلوطه كتير قوي. ناس كتير نسمع عنها انها لقيت كتله فراحت للدكتور، فالدكتور قال لها لازم ندخل عمليات نشيلها ونحللها ونشوف هتطلع ايه، وبناء على اللي هيطلع في العينه بعد العمليه نتعامل. طبعا الكلام ده غلط جدا. سرطان الثدي ما بيتعالجش بالجراحه فقط عشان اول ما الاقي كتله اخش اشيلها. سرطان الثدي ليه طرق علاج كتير، وبالتالي لازم اشخص صح عشان اعرف كل حاله ايه الطريقه الانسب ليها. تشخيص سرطان الثدي او اورام الثدي لازم يتم باشعه السونار او الماموجرام مع الفحص الاكلينيكي من حد متخصص. يعني مثلا ما ينفعش اروح لدكتور النساء اقول له الثدي عندي فيه مشكله خالص، دكاتره النساء مش متخصصين تماما في موضوع الثدي، زي ما احنا كدكاتره ثدي جراحات ثدي مالناش دعوه بموضوع النساء خالص. كل حد ليه تخصص، ممكن يبقى جراحه عامه، ممكن يبقى جراحه اورام، ودلوقتي طبعا جراحين الثدي المتخصصين في الثدي بس موجودين في كل حته. يبقى الفحص الاكلينيكي مع دكتور متخصص، الاشعه السونار او الماموجرام، لقينا حاجه مشتبه فيها في الاشعه ابتدي اخد عينه،
والعينه دي بابره قطعه مش بابره شفط، مش مجرد ان انا ادخل سرنجه عاديه واشفط ميه، لا لازم عينه بابره قطعه، لان العينه ديت هي اللي بتبين الدرجه والنوع ودلالات الهرمونات بتاعه الورم، وبالتالي تحدد الخطه العلاجيه. في حالات لازم تعمل جراحه الاول، وفي حاجات لازم تاخد علاج كيماوي الاول، واللي بيحدد دوت معلومات كتير قوي، منهم نوع الورم ودلالات الهرمونات بتاعته. في سؤال جاي لنا دلوقتي ان هي ايه الدرجات بتاعه سرطان الثدي، واعتقد ان انت تقصدي المراحل بتاعه سرطان الثدي، ودي هقولها حالا اول ما نخلص النقطه بتاعه التشخيص. الموضوع بتاع العينه بيتقال عليه كلام كتير قوي، ان احنا العينه دي بتنشر وممكن تفتح على الورم، فاحنا احسن نخش نشيله. العينه طبعا لا تنشر سرطان الثدي، بالعكس هي الوسيله العالميه للتشخيص، وهي دي ادق حاجه للتشخيص، لدرجه ان احنا لو شاكين في الاشعه والعينه قالت ان هي حميده نعيد العينه قبل ما ندخل الجراحه، تحسبا ان ممكن تكون العينه الاولانيه ما اظهرتش وجود الورم. طيب بعد التشخيص واعرف كل حاجه، وابتدي اعرف اعمل مقطعيات على الجسم كله عشان اتاكد ان مفيش انتشارات للورم، لان لو في انتشارات للورم دي بيخلينا ناخد الكيمو وما نخشش جراحه. ابتدي احدد بقى العينه ديت هتاخد العلاج الاول ولا هتعمل العمليه الاول ولا علاج بس من غير عمليه خالص، وده على حسب الاشعاعات بتاعتها. نيجي بقى للدرجات او المراحل. السؤال اللي اتسالناه دلوقتي، الدرجات سرطان الثدي 4 أو 5، 0 1 2 3 4. طيب ايه هو 0 ده؟ دي 0 اللي هي مرحلة ما قبل التحول، اللي قلنا عليها في الأول أثناء الكشف المبكر، إن أنا ألاقي ترسبات كالسيوم في الماموجرام وأعرف منها إن دي خلايا نشطة، ممكن بعد كده تتفسر في كتلة وتبقى سرطان ثدي بعد سنة أو 2 أو كذا. فدي المرحلة دي لما بنلاقيها بيبقى قبل التحول، بيبقى علاجها الوحيد جراحي، ما بيبقاش بعد كده ليها علاج كيمائي أو أي حاجة تانية، وبيبقى لحقنا السرطان قبل ما يتكون، وعشان كده اسمها المرحلة 0 أو مرحلة ما قبل التحول. بعد كده نيجي على المرحلة الأولى، دي برضو بتكتشف أثناء الكشف المبكر، اللي هو لما نعمل الأشعة ونلاقي فيه كتلة صغيرة قوي أقل من 2 سنتي. أقل من 2 سنتي دي ولا أنا كدكتورة ولا العيان المريضة تقدر تحسها، لكن بتبقى موجودة في الأشعة، عشان كده بنقول نعمل الأشعة حتى لو احنا ما عندناش أعراض بعد سن 40. فبنلاقي كتلة صغيرة وما فيش غدد لمفاوية تحت البطن، دي بنسميها المرحلة الأولى، والمرحلة الأولى دي نسبة الشفاء فيها عالية جدا، بتبقى حوالي 98%. بعد كده نيجي للمرحلة الثانية، دي بدأت كتلة ظهرت، يعني أي حد عنده كتلة ظهرت وتشخص في المرحلة دي بنبقى مرحلة تانية، لأن الكتلة اتحست بتبقى فوق 2 سنتي. تمام. المرحلة الثالثة ودي تبتدي لحد ما مرحلة متقدمة شوية، بنلاقي فيها شوية تغييرات كده على الجلد أو انسحاب للحلمة، ودي بتبقى أعراض الكانسر فيها باين بعناية. أنا لما بشوف الثدي أعرف إن ده ثدي شكله مش طبيعي زي الناحية التانية. المرحلة الرابعة دي المرحلة اللي فيها انتشارات خارج الثدي نفسه، اللي هي في الكبد، في الكلى، في الرئة، في المخ، وهكذا. وطبعا أعلاهم أحسنهم المرحلة 0، أقلهم نسب شفاء المرحلة الرابعة. عشان كده الكشف المبكر في سرطان الثدي هو حجر أساس، وهو فعلا بيرفع نسب الشفاء جدا، وبيقلل معدلات الارتجاع، وبتبقى فوائده كتيرة جدا. عشان كده بنفضل طول شهر 10 نقول يا رب لازم الناس تعمل كشف مبكر لسرطان الثدي. نيجي بقى للأورام الحميدة. الأورام الحميدة فيها برضو غلط كتير قوي منتشر عند بعض الناس. الأورام الحميدة لو أنا متشخص صح ومثبت إن أنا ورم حميد، مفيش حاجة اسمها إن الورم الحميد ده قلب لكانسر. الورم الليفي لو هو متشخص صح ورم ليفي عمره ما هيقلب، هيفضل طول العمر ورم ليفي. في بعض الأنواع من الأورام الحميدة بتكبر بسرعة، بيبقى فيها تغير في الخلايا بتاعتها يستلزم استئصالها بطريقة معينة، هي دي اللي لازم أتابعها وأشوفها. لكن الورم الليفي لو أنا مشخصه فحصا صح وأشعة صح وممكن أكون واخد منه عينة مثبت فيها إن ورم ليفي، عمره ما هيقلب أو يتحول. طب ساعات بنسمع ان حد يقول لا انا كنت ورم ليفي ولما شلته طلع خبيث. لا، هو كان خبيث بس اتشخص غلط، واللي قالك عليه ان هو ورم ليفي حميد هو اللي مشخصه غلط. الحميد بيفضل حميد والخبيث خبيث من اوله. دي نقطة معلومة مهمة جدا، لان في بنات كتير بتيجي تقول لي لا انا سمعت ان الدكتور قال لي لازم اشيله بسرعة عشان بيقلب، عشان بيتحول. الكلام ده غلط خالص. طب هل بيخلينا اكثر عرضة في المستقبل ان احنا يجيلنا سرطان ثدي؟
لا، الورم الليفي ما بيخليناش اكثر عرضه لسرطان الثدي. هو بيتابع، لو هو صغير اصغر من 2 سم مفيش مجال نشيله، لو هو كبير شويه فوق 3.5 سم بيبقى يفضل نشيله، وبنتابعه كل 6 شهور عشان نشوف معدل زياده الحجم بتاعته. وبيتميز كمان الورم الليفي ده انه ممكن يبقى اكتر من واحده على الناحيتين، يعني دي معلومه ما تخضنيش لو لقيتها في الاشعه لبنت بتعاني من ورم ليفي او كتله في الثدي. طيب احنا اتكلمنا عن التشخيص، واتكلمنا عن المراحل، واتكلمنا عن الاورام الحميده. نيجي لنقطه مهمه، طرق علاج سرطان الثدي. انا قلت ان طرق العلاج مش كتير، مش قصدي الجراحه بس، طرق العلاج متعدده جدا. هما 5 طرق علاج، اهمهم الكيماوي والجراحه. والكيماوي لا يغني عن الجراحه، والجراحه لا تغني عن الكيماوي. يعني مفيش حد يقول انا عشان خدت الكيمو يبقى خلاص مش هعمل الجراحه، والعكس، الاتنين بيكملوا بعض. فبالتالي احنا في اثناء التشخيص بنبقى مهم جدا نعرف احنا انهي حاله اللي هتحتاج كيماوي الاول وبعد كده تتبعه الجراحه او العكس، ثم نكمل العلاجات التكميليه عشان ان شاء الله نوصل لاعلى نسبه شفاء واقل نسب ارتجاع باذن الله. بيبقى العلاجات التكميليه دي العلاجات الهرموني والاشعاع والموجه، وزي ما قلنا مفيش خط من دول بيغني عن التاني، كل الطرق ديت بتكمل بعض عشان اوصل في الاخر لاعلى نسبه شفاء باذن الله. طيب في كده شويه معلومات بتتقال ان على لبس البرا مثلا. لبس البرا هل ليه علاقه بسرطان الثدي؟ اقلعه ولا البسه؟ اقلعه طول الوقت ولا شويه وشويه لا؟ المعلومه دي بتتردد كتير قوي ان لا، لبس البرا بيزود سرطان الثدي خالص. لبس البرا بالعكس حاجه صحيه مفيده جدا وملهاش دعوه نهائي بسرطان الثدي خالص. جاي لنا سؤال دلوقتي بيقول في حد بيشفى تماما من سرطان الثدي ولازم يرجع تاني. هو سرطان الثدي لو احنا في مراحل اولى زي ما بيقول الكتاب وعالجناه صح بيبقى شفينا، لكن هيرجع تاني او لا دي المستقبل، ده علم الغيب، فمحدش فينا يقدر يتوقع ايه اللي هيحصل. احنا بنتكلم على المرحله اللي احنا فيها، لو ماشيين صح بنتوقع نسب الشفاء صح، بس في الاخر ده رزق من عند ربنا طبعا. نسب الشفاء معروفه، احنا بنمشي صح عشان نوصل لها ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكتب الخير. لكن مستقبلا ايه اللي هيحصل اكيد اللي مشي صح بيبقى نسب الارتجاع فيه اقل بكتير من اللي مشي غلط. في سؤال تاني بتقول انا والدتي اخدت 3 جلسات كيماوي احمر وبدات في الابيض اول جلسه وتعبت جدا بعدها وعندها جلسه تاني ابيض، ازاي نتجنب التعب اللي حصل لها اول مره؟ اعراض الكيمو مختلفه من شخص لشخص جدا. طبعا لازم ترجعي للدكتور المعالج اللي هو دكتور علاج الاورام مش جراحه الاورام، لان هم طبعا ادرى بموضوع الاثار الجانبيه او المضاعفات بتاعه الكيمو. ومهما كان الفتره دي مؤقته بتخلص، بعدها اعراض الكيمو كلها بتروح وان شاء الله ربنا يكتب لها الخير. بس لازم طبعا ترجعي لدكتور علاج الاورام عشان على حسب نوع الكيمو اللي هي بتاخده في ادويه بتقلل الاثار الجانبيه بتاعته. في سؤال كاتبه انا ماما 5 سنتي. 5 سنتي يعني احنا في مرحله وسط، احنا ولا دخلنا المرحله الثالثه واخر المرحله الثانيه. طبعا لازم ناخد عينه ولازم نعمل دلالات الهرمونات عليها، ولازم تعمل اشعه مقطعيه على الجسم كله عشان تتاكد ان مفيش انتشارات في الثدي وتحدد اذا كان كيماوي الاول او جراحه الاول. في اغلب الحالات ان الورم فيها وصل ل 5 سنتي بيبقى الكيماوي الاول، اغلبها مش كلها. في سؤال تاني ان اللي اخد كيمو قبل العمليه بياخد كيمو تاني بعد العمليه ولا لا؟ الكيمو بيتاخد مره واحده، هو كورس على بعضه يا قبل يا بعد، وفي الاساس انه بيبقى بعد العمليه، لكن بعض الحالات بيحتاج الكيماوي قبل العمليه، زي الحالات اللي في دلاله الهرمونات بيطلع فيها انها لازم تاخد كيماوي الاول، او يكون الورم كبير او متقدم، او يكون هيغير لي نوعيه العمليه. يعني مثلا اكون انا على الوضع الحالي لازم اعمل استئصال كلي، ولو اخدت كيمو وصغر لي الورم اقدر اعمل استئصال تحفظي، فكده ان انا اخد الكيمو الاول ده افاده ليا عن ما اخده بعد العمليه. طيب نشوف في اسئله تاني ولا لا.
في سؤال ممكن تكلمينا اكتر عن علاج الكيماوي. هو انا جراحة، فمش هقدر استفيض قوي في موضوع الكيمو، بس زي ما قلنا الكيمو بيتاخد يا قبل يا بعد. لو هيحسن لي النتائج في بعض الحالات باخده قبل، لو الحالة لسه بدري واحسن لها تعمل الجراحة الاول بتعمل الجراحة الاول. وهو كذا نوع وكذا درجة على حسب كل الحالات. ان العلاج الموجه مش هو علاج الكيماوي، ده احد طرق العلاج الثدي، طرق علاج سرطان الثدي ملهاش دعوه بالكيماوي خالص، ده نوع تاني من العلاجات. طيب نيجي لموضوع الجراحات. بنعمل ايه جراحات للثدي؟ الجراحات زمان كان اهم حاجه في الجراحه ان احنا نلحق نشيل كل حاجه، فكان يقول لك انا هعمل كلي عشان اشيل كل حاجه وانضف كل حاجه وبالتالي ما اديش فرصه للورم يرجع. كان هو ده الاساس في علاج الثدي. دلوقتي الاساس في علاج الثدي هو العمليات التحفظيه. الاساس هو التحفظي. يعني ايه تحفظي؟ يعني ان انا اشيل الورم مع جزء من النسيج حواليه، اسمها حواف امان او حزام امان، عشان اطمن من عدم الارتجاع، وان انا اتعامل مع الغدد الليمفاويه اللي تحت البط. وهو ده الاساس. طب في بعض الحالات ما بينفعش نعمل معاها تحفظ ومجبرين، فساعتها بنتجه للاستئصال الكلي. طيب بعد الاستئصال الكلي، هو ده الاوبشن الوحيد؟ ما فيهوش حاجه تاني اقدر اقدمها للمريضه لو هعمل لها استئصال كلي؟ لا، في حاجه اسمها اعاده بناء للثدي، جراحات اعاده البناء. الجراحات دي متعدده وكذا نوع، وبنبتدي نتناقش فيها مع الحاله اللي مجبرين فيها ان احنا نعمل استئصال كلي للثدي، بالذات لو سنها صغير، عشرينات او ثلاثينات او اربعينات. بيبقى طبعا الناحيه التجميليه في مقتبل حياتها بتبقى حاجه مهمه جدا. بنقدر نعمل ايه في عمليات اعاده البناء؟ عندنا ليها كذا طريقه، اهمهم واكثرهم انتشارا ان احنا ناخد عضله من الظهر بنلفها ونبتدي نعمل بيها ثدي، او ان احنا نعمل الجهاز الاول ممدد للجلد وبعدين نشيل هذا الجهاز ونحط سيليكون. جهاز الممدد للجلد ده كانه بالونه بحطها، ابتدي انفخها او احقنها ميه بالتدريج، وبعد كده لما توصل للحجم اللي انا عايزاه اشيلها واعمل واحط مكانها سيليكون. دول اشهر طريقتين لاعاده البناء. وبعد كده بنقدر نعمل اعاده بناء للحلمه وبنعمل عليها تاتو، وممكن لو الشكل مش متقارب مع الناحيه الثانيه بنبتدي نعمل تصغير او رفع او شد للناحيه الثانيه، بحيث ان احنا نوصل اقصى درجه من التشابه على الناحيتين. في سؤال هنا، طيب في ناس بتقول بعد الجراحه ممنوع نقف قدام البوتاجاز. الموضوع ده النقطه دي كنت هتكلم فيها لما نيجي عند موضوع الغدد الليمفاويه اللي تحت البط. احنا اثناء جراحات السرطان لازم بنتعامل مع الغدد الليمفاويه. الغدد الليمفاويه التعامل معاها بطريقتين. لو هي مصابه بالاشعه او بالعينه بيبقى لازم اعمل تفريغ للغدد الليمفاويه اللي بتاخد من كل الثدي، وساعات معايا في الجراحه بيطلع بعض من الغدد الليمفاويه اللي بتاخد من الدراع. اذا التصريف بتاع الدراع ما بيبقاش بكامل طاقته او كفاءته زي الناحيه الثانيه، فبالتالي ممكن يورم وممكن يتقل وممكن يحصل فيه شويه مضاعفات. فمستحب ان احنا ما نتعورش في الدراع دوت، ما نعرضوش لحراره عاليه قوي عشان ما يجمعش ميه. انا لو وقفت قدام اي حاجه سخنه هلاقي نفسي ورمت، فلو انا الايد ورمت ممكن التصريف بتاعها يبقى ضعيف شويه نتيجه الغدد الليمفاويه، فابتدي اخش في مضاعفات. بيبقى ممنوع برضو ان انا احقن ادويه او اخد عينات دم او اعلق محاليل في الدراع اللي فيه الغدد الليمفاويه اللي اتشالت. لكن مش ممنوع اقف قدام البوتاجاز، اتجنب الحراره العاليه. لكن اقدر اعمل حاجه طبعا في البوتاجاز، بالعكس ده الحركه للدراع ده مهمه جدا وبتقلل تجميع الميه والمضاعفات والاثار الجانبيه بتاعتها. طيب ايه الطريقه الثانيه للتعامل مع الغدد الليمفاويه؟ احنا قلنا لو هي مصابه يبقى لازم هنشيلها كلها ونعمل تفريغ، وده بيدخلنا شويه النسبه المضاعفات بتاعه الدراع. طيب لو هي مش مصابه بنعمل حاجه اسمها الغدد الليمفاويه الحارسه، ودي طريقه متقدمه شويه، ان احنا بنوفر على المريضه انها تشيل الغدد كلها، ودي حاجه مهمه جدا لانها بتوفر علينا المضاعفات دي كلها، وما بيندرجش على العيانه دي الثلاث تعليمات اللي انا قلتهم بتاعه المحاليل وسحب العينات وحقن الادويه. يعني ايه الغدد الليمفاويه الحارسه؟ بنحقن صبغه معينه كده اثناء العمليه لونها ازرق. الصبغه دي بنحقنها في الثدي بتروح للغدد الليمفاويه، فبالتالي بنعرف طريق
لو الورم بعت للغدد يبقى زي ما الورم راح زي ما الصبغه هتروح، فاقدر انقي الغدد الليمفاويه اللي متلونه ازرق. بنشيل من حوالي 3 ل 5 غدد، وده بيبقى عدد قليل قوي مقارنه بالغدد الليمفاويه اللي موجوده واللي بتتشال لو هعمل تفريغ. ودي بنعملها في المراحل البدري، المرحله صفر والمرحله الاولى. ما بنشيلش الغدد الليمفاويه، بنحافظ عليها وبنعمل الغدد الليمفاويه الحارسه، ودي بتبقى حاجه مهمه جدا بعد كده في حياه العيانه وفي طريقه معيشتها، وبتوفر عليها اثار جانبيه كتير للدراع. في سؤال هنا، في حاجه بتتحط مكان الثدي نفسه عشان شكل الثدي. طبعا احنا لو مش هنعمل عمليه اعاده بناء، بيبقى بنحط سيليكون خارجي او تعويضي، بيبقى فيه براهات معموله مجهزه بالناحيه اللي فيها الاستئصال بحيث ان شكل الهدوم يبقى مظبوط، او بنجيب حشوه سيليكون ودي بتتحط في اي برا عندك، فبالتالي برضو تديله الشكل او الكونتور بتاعه اللي يحافظ على الشكل قدام الهدوم، ودي بتبقى حشوات خارجيه غير الجراحات. في سؤال تاني، ايه سبب ان ممكن حد يجيله سرطان لو ما عندوش تاريخ وراثي؟ اسباب السرطان، بس هنا الجمله بتاعت اسباب السرطان دي خاطئه. هو سرطان الثدي ملوش سبب، هو ليه حاجه اسمها عوامل الخطوره. يعني ايه؟ يعني ريسك فاكتورز. ريسك فاكتورز دي لو عندي، كل ما كانت عندي كذا ريسك فاكتور كل ما انا كنت اكثر عرضه لان يجيلي سرطان ثدي. طيب ايه هي الريسك فاكتورز دي؟ اول حاجه ان احنا سيدات، ان كوني ست ممكن يجيلي كانسر اكتر من الرجاله. هو سرطان الثدي بيجي في الرجاله بس بنسبه ضعيفه جدا اللي هي 99 لواحد. طيب تاني حاجه السن، كل ما كنت اكبر سنا كل ما كنت اكثر عرضه للتعرض لسرطان الثدي. فوق ال40 علامه فارقه، كل ما بنكبر في السن بتزيد النسبه لحد ما بتوصل ست او سيده في كل 8 سيدات لو هم عندهم 80 سنه. يعني كل ما كبرنا في السن كل ما نسبة الإصابة أعلى بكتير، وكل ما صغرنا كل ما النسبة أقل. بس هل حد يعرف مين اللي هيجيله أو لأ؟ للأسف لأ، ممكن أي حد يجيله. تالت حاجة في عوامل الخطورة الهرمونات. كان معلومات خاطئة كده بتقول إن هرمونات منع الحمل أو تنشيط الحمل بتخلي يجيلنا كانسر. لأ، المعلومة دي غلط. هي الهرمونات كل ما كان زادت على مدار حياتنا كل ما خلتنا اكثر عرضه، زي السن بالظبط. يعني ما يبقاش انا فوق سن ال40 ومثلا عندي تاريخ وراثي في العيله واروح اخد هرمونات، لا، يبقى انا كده بزود الريسك على نفسي، مش صح. لكن لو انا اقل من ال40 وما عنديش اي تاريخ وراثي ومضطر اخد هرمونات لمنع الحمل، مفيش مشكله خالص، مش هتخليني عندي مشكله. العامل الوراثي ده العامل المثبت الوحيد ان لو انا عندي الجين يبقى 100% هيجيلي كانسر، زي الموضوع بتاع انجلينا جولي لما عملت التحليل ولقيت الجين عندها، فكده متاكدين 100% ان هيجيلها الحاله دي كانسر. فراحت عملت استئصال الثدي مع المبيض مع الرحم عشان تحمي نفسها او تعمل وقايه ان يجيلها كانسر. دي الحاجه المثبته الوحيده اللي 100% لو انا عندي الجين هيجيلي. طب نسبه السرطان الوراثي ده هل هي نسبه كبيره او كل حد جال اهله او والدته او خالاته كانسر يبقى هيجيله بالتبعيه؟ لا، من فضل ربنا الحمد لله ان الموضوع ده قليل. نسبة الكانسر الوراثي لا تتعدى 10%، يعني 8% تقريبا ل 10%، ده اقصى حاجة. يعني مش شرط خالص ان انا عندي حد في العيلة جالي يبقى انا هيجيلي، لا، بس اخد احتياطاتي. يعني بدل ما هعمل كشف دوري من عند سن ال40 هضطر اعمله بدري شوية من ال30 او من ال35 على حسب عدد الحالات اللي عندي وسنها. طبعا كل في سؤال، هل السرطان فعلا مرض وراثي او لا؟ احنا قلنا في نسبة منه وراثية لا تتعدى 8% الحمد لله، ودي فضل كبير طبعا. طيب في سؤال تاني، هل الكيماوي الابيض بيخلي السكر عالي؟ اصل من ساعات لما ماما اخدته وسكرها بقى عالي وهي اصلا مش مريضة سكر. طيب انا برضو في الاول مش دكتورة كيمو، انا دكتورة جراحة. بس على حسب معلوماتي في الموضوع ده ان مع جلسات الكيماوي بيتاخد كورتيزون، وممكن يكون الكورتيزون هو السبب في علو السكر مش الكيمو.
بس برضو لازم ترجعي للدكتور المعالج بتاعك بتاع الكيمو. في سؤال بيحصل جلطات بعد الجراحة. مش قادرة افهم ايه قصدك بالجلطات. هو اي جراحة عموما لو احنا نايمين في السرير وما بنقومش نتحرك بنبقى اكثر عرضة للتعرض للجلطات، بس ده بيبقى اكتر في العمليات بتاعه البطن والعمليات الكبيره اللي بتستدعي ان العيان ما يتحركش بعدها. لكن عمليات الثدي تعتبر في العمليات عمليه خفيفه، عمليه يوم واحد، بنقدر نتحرك وناكل ونشرب بعدها عادي خالص، وبنقدر نقوم ونمشي ونخرج حتى من المستشفى. في حالات كتير ما بتحتاجش انها تبات، فبيبقى نادرا لما بيحصل لا قدر الله جلطات اثناء بعد عمليات الثدي. في سؤال برضو، التعليمات بعد الجراحه وقبل الكيماوي. بعد الجراحة التعليمات الأساسية إن إحنا لو عاملين استئصال للغدد الليمفاوية اللي تحت الباط أو تفريغ ليها كلها، بيبقى ممنوع 3 حاجات مهمين جدا: إن إحنا نركب محاليل في الدراع ده، أو نسحب منه عينات دم، أو نحقن فيه أدوية. قياس الضغط مش ممنوع منعا باتا، بس غير مفضل أو لا يستحب. دي اهم تعليمات بالنسبه للثدي. بالنسبه لبعد الجراحه، زائد الحركه بتاعه الدراع، لازم نعمل تمرينات معينه لو احنا عاملين تفريغ للغدد الليمفاويه، بس دي اكتر يفضل تبقى مع دكتور علاج طبيعي عشان يعلمك التمرينات او التدريبات اللي تعمليها على الدراع عشان تتجنبي حدوث التورم او الاثار الجانبيه بتاعه استئصال الغدد. في سؤال، لو عمتي جالها كانسر وتوفت، هل انا معرضه انه يجيلي؟ زي ما قلنا احنا طبعا ناحيه الام اقوى شويه من ناحيه الاب، بس لازالت موجوده. عمتك جالها، فانتي عندك ريسك فاكتور، فلازم نعمل متابعه دوريه من عند سن ال 35. ازاي؟ كل سنه نعمل سونار حتى لو ما عندناش عرض، اي عرض من اي نوع. طب لو حسينا اي عرض، لا هنروح نكشف عند الدكتور وهو يوجهنا لنوعيه الاشعه اللي محتاجين نعملها. طيب جات لي رد على السؤال بتاع الكيمو والكورتيزون، قالت لي ايوه بتاخد كورتيزون، فكده هو السبب رفع السكر الكورتيزون مش الكيمو. في سؤال تاني بتقول، طيب لو انا عاوزه اكشف فين عشان اطمن على نفسي؟ على حسب السن. لو احنا سننا 40 سنة ومش حاسة بأي أعراض خالص، هتروحي أي مكان بيعمل متابعة دورية اللي هو السونار والماموجرام فوق سن ال40، زي مستشفى بهية أو المراكز بتاعة الأشعة الخاصة زي ألفا، كايرو، تكنو، طهرة. أي مراكز من الأشعة الكبيرة تعملي فيها ماموجرام، أو المراكز الحكومية ومعاهد الأورام ومراكز صحة المرأة. تمام. لو احنا تحت سن ال40 مش محتاجه تعملي متابعه دوريه. لو عندك عرض معين هتروحي للدكتور بتاع الثدي، جراحه الثدي، يفحصك ويشوف هل محتاجه اشعه او لا، او لو محتاجه ايه هي النوع اللي تعمليه. يعني مش مفضل نعمل ماموجرام واحنا صغيرين في السن خالص. طيب احنا في سؤال تاني اشوف كده. في سؤال بيقول، كان في حملة في مكاتب الصحة من قريب، طبعا حملة المبادرة الرئاسية أو البرنامج الرئاسي لصحة المرأة، ودي معمولة في مكاتب، وهي وقفت فترة صغيرة في مكاتب الصحة لكن رجعت تاني. فأي مكتب صحة جنبك حابة تروحي تكشفي فيه تطمني، مفيش مشكلة. في محاضرات بتتاخد فيها للتوعية، في كشف كلينيكي، لو في أي شك لأي حاجة بيحولوكي على المراكز المتخصصة بتاعة الأورام عشان يتم عمل الأشعة وتخشي في السكة التشخيصية لو في حاجة مقلقة. طيب في سؤال تاني، حقنة المناعة اللي بتتاخد، ده برضو سؤال يخص دكاترة العلاج مش الجراحة، اللي هو بيدوكي العلاج الكيمو، فأعتقد إنها مهمة، لكن أنا مش الحد المتخصص اللي يجاوبك على السؤال ده. أنا جراحة أكتر. تمام. أوكي نشوف في أسئلة تاني أو لأ. طيب في حاجة مهمة جدا بيجيلي عليها أسئلة كتير، الأوجاع، أوجاع الثدي أو آلام الثدي، ده بيجي عليها أسئلة كتير قوي، وهل هي ليها علاقة بالكانسر أو لا، أو هي علامة من علامات الكانسر أو لا. أغلب الأوجاع بتاعة الثدي ملهاش علاقة بالكانسر،
واغلب الاوجاع حاجه مطمئنه، واغلبها برضو بيبقى على الناحيتين وبيزيد ويقل او بيجي ويروح على حسب الحاله الهرمونيه بتاعه الجسم. يعني احنا في اي وقت من البيريود بتاعتنا او بنستخدم وسائل منع حمل هرمونيه او لا. شكل البرا اللي بنلبسه طبعا بيختلف جدا، لان لبس البرا بيبقى عامل مهم قوي في الاوجاع. لبس البرا انا اتكلمت شويه عن موضوع البرا ده في الاول، قلنا ان هو ملوش دعوه بالكانسر خالص، بس ليه علاقه بالاوجاع. لبس البرا وانه يبقى مظبوط ومرفوع ده بيقلل الوجع جدا جدا جدا. لكن لو انا مختاره البرا بتاعي مش صح، ده هيزود الوجع ويزود التقل والشد اللي على الكتف والعضلات، فبالتالي بيزود الاوجاع بتاعه الثدي بالذات في الوقت اللي قبل البيريد، ال10 ايام اللي قبل البيريد، ووقت التبويض اللي هو بيبقى بين تو بيريد. زي بالظبط فكره انا لو ايدي وجعاني لو نزلتها لتحت بتوجعني لكن برفعها او بعلقها، فالثدي نفس الفكره. لو احنا رافعينه كويس ولابسين البرا مظبوط، ده بيقلل الوجع جدا وبيقلل الاحتقان والتقل والتكيسات اللي بتيجي وتزيد او بتيجي وتروح او بتزيد وتقل على حسب وقت البيريود بتاعنا. فموضوع الالام مش حاجه مقلقه خالص. طب هل ممكن الالام يبقى عرض من اعراض سرطان الثدي؟ ممكن، بس في نسب قليله قوي، في حاجه بنسميها سرطان الثدي الالتهابي، وده نوع من انواع السرطانات بيجي على شكل التهاب او يعني ايه التهاب؟ يعني الثدي بيبقى احمر وبيوجع كأن في خراج، كأنه ملتهب، زي اللي بيترضع كده وفجأة تلاقي صدرها التهب. وده يعني بنحسه او بنشك فيه لو سيده كبيره مش بترضع، فايه فكره ان يبقى عندي التهاب في الثدي وعلى ناحيه واحده ومش على الناحيتين، فابتدي اشك ان هو النوع دوت. وده النوع الوحيد اللي بيبقى الوجع فيه باين قوي او ملحوظ، لكن اغلب السرطانات بتبقى الكتله ما بتوجعش، او حتى التغير في شكل الحلمه والجلد ما بيوجعش. فدي بالنسبه للموضوع بتاع الاوجاع وعلاقته بسرطان الثدي، لان ده بيتسأل عليه كتير قوي. تمام. في سؤال تاني. طيب بعد الجراحة بتخف بعد قد ايه وترجع لحياتها الطبيعية قد ايه؟ طبعا دي حاجة بتختلف من انسان لانسان، لان قدرات تحمل الوجع مختلفة، وقدرات الانسان في التئام الجروح مختلفة. في ناس جروحها بتخف بسرعة، وفي ناس جروحها عندها ضغط وسكر، التئام الجرح بسبب السكر بيبقى اضعف شويه، فممكن فتره النقاهه بعد الجراحه تبقى اطول. لكن العادي لو احنا بنتكلم في النورمال او الافريج على كل الحالات، بيبقى فرنش الاسبوعين ل3 اسابيع بعد الاستئصال الكلي او التحفظي، الحاله ممكن ترجع على طبيعتها تماما، بالذات بعد شيلان الدرنقه او الخرطوم اللي بيبقى متركب في الجرح عشان يطلع اي افرازات موجوده جوه الجرح. فبترجع لحياتها الطبيعيه تاني وتمارس حياتها بمنتهى النشاط. يعني انا بقول لحالتي من تاني يوم تقدري تمارسي حياتك الطبيعيه لو انت قادره، كل اللي انت قادره تعمليه انا بالنسبه لي كجراحه ما عنديش فيه موانع خالص. طيب نشوف في سؤال تاني ولا لا. طيب في سؤال، السن بيفرق في الحوار ده؟ اعتقد الحوار ده قصدنا بيه فترة النقاهة بعد الجراحة. طبعا اكيد، يعني لو اللي عامله العمليه حد عشرينات او تلاتينات المناعه بتاعتها اقوى، التئامها على الجروح، التئام جسمها في الجروح اقوى واسرع، فاكيد غير لو سيده كبيره او مسنه 70 مثلا او 80 او كده. فطبعا قدرة الجسم، وفيه سكر وضغط او قلب او اي مشاكل صحية تانية، ده بيأثر طبعا على فترة النقاهة. حد بيقول لي طريقتك سهلة وبسيطة، ميرسي جدا، يا رب اكون افدتكم النهاردة. حلو، فكرتيني بالسؤال ده. حد بيقول لي بالنسبة للديودرنس عشان اغلبيتها اللي فيها الومنيوم. طيب موضوع الالومنيوم والديودرنس والليزر والهير ريموفل والكلام كتير ده، الكلام ده مفيش اي حاجه فيه مثبته علميا انها بتسبب كانسر، ولا حتى موضوع الالومنيوم دوت. استخدمي اي ديودرنت انت مرتاحه له، سواء رول اونز، كريم، شيفنج، ليزر، هير ريموفل،
كل الحاجات دي مفيش فيها اي حاجه مثبته بتقول، او الكريم حتى، او وات ايفر ايه الطريقه، سواء دي اودرنت والهير ريموفر، مفيش اي حاجه فيها مثبته انها بتكون تعمل سرطان ثدي خالص. كل دي ابحاث، كل دي دراسات، مفيش فيها حاجه مثبته. لو في حاجه ثبتت كل الحاجات دي هتتسحب ومش هتبقى موجوده اكتر. لو زي ما طلع الموضوع بتاع الزنتاج او الكنترولوك، اول ما في اشتباه انه بيسبب حاجه معينه اتسحب تماما واتعمل فيه تنويه، لكن مفيش حاجه من موضوع الديودرنس والالومنيوم اللي في المواد ديت انه بيسبب كانسر. مفيش حاجه مثبته خالص بالنسبه لسرطان الثدي. طيب في برضو سؤال بتسأل عليه، موضوع التغذية، وهل في أكلات معينة تخلينا أكثر عرضة، وهل في حاجات معينة في روتيني الغذائي تخليني أقل عرضة. باي ساينس كده، ولو هنتكلم مثبتين، لا مفيش حاجة لو عملتها تمنع ان يجيلي كانسر ثدي، او حاجة عملتها تجيب لي كانسر ثدي خالص. بس طبعا لو احنا عايشين بطريقة صحية، بناكل بطريقة صحية واكل صحي، وبعيدين عن الفاست فود والانتي اوكسيدنتس، وان احنا بنعمل رياضة، كل الحاجات دي بتخلي جسمنا اقوى واكثر قدره على التغلب على الاورام، ويمنع ان جسمنا يحصل فيه اي نشاط او تطور في الخلايا. فكل ما نعيش بطريقه صحيه كل ما كنا اقوى عموما. لكن حاجه لكانسر الثدي بالذات دي مش موجوده. في نقطة تاني بتقول حتة ان انا في عيانة مثلا تيجي تقول لي انا من ساعة ما عرفت ان انا عندي كانسر وانا منعت اللحمة ومنعت السكر. المعلومة دي كارثية. السرطان مش نمل، مش بيتغذى على السكر خالص، او انا عشان اجوعه او الكلام، مفيش حاجه اسمها كده خالص. طبعا يستحب ان احنا نمشي مع دكتور تغذيه عشان اقدر الجروح بتاعتي تلحم كويس. لو انا باخد كيمو يبقى باكل اكل صحي اقدر اتعافى مع الكيمو كويس عشان اثاره الجانبيه الثقيله. لكن ان انا امنع اللحمه والسكر عشان اجوع الكانسر فكده يخف، طبعا الكلام ده عاري تماما من الصحه. لا، العيانه تقول لي انا بقالي سنه ما اكلتش سكر، بقالي سنه ما اكلتش لحمه، الكلام ده غلط تماما تماما تماما. طيب في حد بيقول لي انا كنت لسه هسأل سؤال الاكل. تمام. طيب احنا اعتقد انا كده تقريبا قلت كل الحاجات في صورة مبسطة. يا رب ما اكونش نسيت حاجة، يا رب اكون افدتكم. واكيد اكيد الستات احنا مهمين جدا وصحتنا مهمة جدا. سرطان الثدي حاجة مخيفة لو تجاهلناه، وحاجة بتعدي بمنتهى السهولة جدا لو اكتشفناه بدري وشخصناه صح وتعالجنا منه صح. ربنا يكتب لنا كلنا الشفاء ويحمينا ويعافينا يا رب ان شاء الله. في حاجة بتقول طيب معلش يا دكتور، هي الخلايا بتنشط ليه وتخرج عن مسارها الطبيعي؟ للأسف محدش عارف. الكانسر لازال في كل الجسم، أسبابه الواضحة والصريحة مش معلومة، بالذات في سرطان الثدي. محدش عارف ليه الخلايا بتبتدي تنشط او تغير في شكلها او تبقى غير في وظيفتها. احنا بنوجدها كده، بنحاول نكتشفها بدري، لان كل ما اكتشفنا بدري كل ما كان النسب الشفاء وطرق العلاج اسهل بكتير. لكن ايه السبب اللي يمنعها؟ يا ريت ان شاء الله نوصل. لكن حاليا لا، لسه الكشف المبكر هو اهم حاجه. الكشف المبكر والتوعيه اهم حاجه. احنا مهمين يا جماعه. يا رب اكون افدتكم وما طولتش عليكم. تصبحوا على خير.